السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم باتيه جبنة سهل وبسيط جدا واقتصادي، مقاديره موجودة في كل بيت. إن شاء الله من كيلو دقيق عملت كمية محترمة. يعني شوفي بتشتري الواحدة من بره قد ايه. دي حلوة بقى الولاد ياخدوها معاهم المدارس. تفطري بها كده الصبح، حد نازل الشغل بدري. تفطري بها انت كده بكوباية شاي بلبن جنبيها او كوباية شاي سادة. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ما شاء الله التوريقة بتاعتها حلوة، هي ما فيهاش توريقات ولا حاجة ولا فيها تعب ولا فيها اي مجهود. ما شاء الله هتعمليها سهلة وبسيطة جدا، بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بولة فاضية ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة وكوباية مية دافية. احنا الجو بدأ يعني ايه يسقع شوية، فحطها يا دوبك ايه دافية. لو في الصيف هتبقى مية عادية من الحنفية. ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعايا نص كوباية سكر. السكر وزنه 100 جرام لو هتوزنيه على الميزان. نعمل الاول تيست كده للخميرة، نشوف الخميرة بتاعتنا نشطة ولا لا. دوبنا السكر، عرفناها نشطة ازاي لما تعمل فقاعات كده على الوش، دي تشتغلي فيها على طول. يلا نحط باقي المقادير بتاعتنا. دول كيسين من الفانيليا. هتقولي ما فيهاش بيض ما فيهاش حاجة، نحط فانيليا ليه؟ الفانيليا في المعجنات بتدي لها نكهة وريحة حلوة. دي بقى معايا نص كوباية من الزيت، ويا ريت يكون زيت نظيف، ما يكونش زيت بتاع تومين يكون ليه ريحة. لا، يفضل انه يكون يعني يكون زيت نظيف، زيت ابيض كده حلو ما يكونش ليه اي ريحة. نقلب بقى كده المكونات في بعضيها. ودي كوباية مية تانية، انا عارفة ان الكيلو هياخد معايا اكتر من كوبايتين، وبنقول كل مرة بيختلف من دقيق للتاني. ده كيلو دقيق سايب متعدد الاستخدامات. وجبت معايا دي 3 كوباية مية اهي، هشوف هاخد منها قد ايه. اهم حاجة في المعجنات عشان تطلع خفيفة معاكي وما تبرولش منك وتتفرج كده، العجن الكويس اعجني فيها على قد ما تقدري. ودي معلقة صغيرة من الملح، وزنها كده 5 جرام. نقلب بقى كده ايه، غسلين ايدينا كويس ونعجن بقى. نقلب الاول كده ايه لغاية ما نتوه بس دي في العجين في المية. ان شاء الله هتعمليه احلى من اللي بره واقتصادي، مفهوش لبن ومفهوش بيض ومن غير توريق. يعني سهل جدا ان شاء الله هتقومي تعمليه. لو هتجربي حتى في نص كيلو ان شاء الله هيطلع جميل معاكي. والحشوات ترجع لك انتي. عايزه تحشي شوكولاته يبقى مكان الجبنه كده هتحطي شوكولاته. عايزه تحشي جبنه جبنه براميلي، اي نوع جبنه انتي حباه ممكن تحشيه. نعجن بقى كده كويس. اهم حاجه في المعجنات العجن الكويس. هنا فضلت اعجن اهو لغايه ما توهت الدقيق معايا وعجنت فيها شويه حلوين. لازم بقى نسيب العجينه دلوقتي. انا هخلص ايدي بس كده من العجين واسيبها ايه ترتاح دقيقتين، واغسل ايدي وانشفها وارجع لها تاني زي ما انتوا شايفين كده. فضلت اعجن فيها بقى شويه حلوين. شفتوا ما شاء الله العجينه ناعمه معايا وملمسها ناعم جدا من العجن الكويس. انا هنا الكوبايه فاض منها حوالي 4 معالق من الميه، دي 3 كوبايه. هنجيب بقى دلوقتي دول 30 جرام من السمنه، سمنه او زبده. دي زبده، عايزه تحط سمنه بلدي اللي هي بقري جاموسي براحتك، بس تكون بدرجه حراره الجو، يعني ما تكونش طالعه ساقعه معاكي من التلاجة. انا مطلعاها سبتها شويه لغايه ايه مسحت معايا بالشكل ده، بقت طريه ولينه كده علشان ما تبقاش مخرزه معاكي في العجين. هنا اول ما هنحطها على العجين هتقطع منك العجينه وشكلها مش هيبقى ظريف خالص. كملي فيها عجن وان شاء الله هترجع احلى من الاول. الزبده بتدي للمعجنات طراوه، الزبده او السمنه بتدي للمعجنات طراوه حلوه قوي، بتخليها طريه كده وهشه. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ولو وصلتوا معايا بقى في الفيديو لغايه هنا ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.
نعجن بقى. شوفوا انا مرضش اسرع المقطع ده معاكم او اعمله ورا الكاميرا، اوريهولكم بس ايه. شوفوا العجينه قطعت ازاي. فضلت بقى اعجن فيها لانها بتاخد شويه في العجين بقى بعد ما بتحط الزبده، فمرضش اطول عليكم الفيديو. فعجنتها مع نفسي لغايه ما شاء الله. شوفوا العجينه طريه لينه، يا دوبك بتلزق حاجات بسيطه بس في الايد. هنحطها بقى في البوله هنا ونسيبها ايه، نغطيها ونسيبها تخمر. نغطيها بقى بفوطه، تغطيها بستريتش راب اللي يعجبك. انا غطيتها وسبتها بقى معانا ايه لما خمرت معانا بالشكل ده. شوفوا ما شاء الله حجمها بيتضاعف. لازم بقى نفش الخمر بتاعها، هتبطي الخمر اللي فيها كله ده. علشان لما تعملي الباتيه ما يطلعش معاكي مفرغ من جوه. لو عملتيه وهو فيه الهوا ده هيطلع معاكي الباتيه مفرغ كده، فيه حتت مفرغه فاضيه، فده احنا مش عايزينه خالص. هنا شوفوا العجينه طريه. هنا المفروض يعني رشي تحتيها قبل ما تطلعي العجينه كده على المفرش او على الرخامه، رشي رشه دقيق. انا المفروض كنت ارش رشه دقيق عشان ما تلزقش مني على المفرش، فمش مشكله هتعامل معاها برضو. بس انا بقولك يبقى رشه دقيق كده عشان العجينه معانا حلوه وطريه، فايه ما تلزقش منك على الرخامه وتغلبك. انا هقسمها كده ايه، هتعامل معاها برضو. هي ما شاء الله عليها يعني طالعه سالكه كده من المفرش، بس عشان ما تغلبكيش اديها رشه دقيق كده، بس ما تكتريش برضو دقيق. هقسمها بقى، قسمتها هي على 4 كرات. نجيب بقى اول كرة كده نرش بس ايه رشة دقيق خفيفة علشان ما تلزقش معانا في المفرش. وبعد ما ارتاحت شوية هتفردي بقى فيها بالنشابة. افرديها مستطيلة يعني خليها مربعة كده مثلا ايه زي المفرش اللي قدامك ده. لما العجينة تكون مرتاحة معاكي هتفرد معاكي على طول. يعني انت بعد ما تقطعيها كده سيبيها تفرد ترتاح شوية، هتيجي تفرديها ما شاء الله هتبقى ماشية معاكي حلوة جدا. نعمل بقى ايه، نفرد فيها كده زي ما انتوا شايفين. فردت فيها على شكل مستطيل على قد ما قدرت. دي بقى معلقتين بس من الزبدة او من السمنة. هندهن بقى العجينة كلها بس ما عدا الطرف اللي قدامي هناك ده، علشان ده اللي هقفل بيه العجينة، علشان لو عليه زبدة مش هيقفل معاكي. لما تدخليها الفرن هتلاقيه فك منك وفرش ومبقاش حلو. فنفرد بقى الايه، ولا هنطبق ولا هنعمل احنا، بس هي هندهنها دهنة بس ايه كده، دهنة خفيفة، مش هنكتر زبدة علشان تبقى خفيفة برضو مش تقيلة. والله بسم الله ما شاء الله عليها طعم وريحة في منتهى الجمال. انا دهنتها كده زي ما وريتكم. انت بقى الحشوات ترجع لك، انت عايزة تحطي شوكولاتة براحتك، عايز بس تكون شوكولاتة مبشورة. عايزة تحطي جبنة، دي جبنة علب اهي. عايزة تحطي جبنة براميلي اللي يعجبك برضو. نوزع بس الجبنة كده ايه بعرض العجينة زي ما هتشوف دلوقتي اهو. فردتها كده، ناخدها بقى نفردها نرولها، نعملها رول كده. شوفوا ما شاء الله العجينة حلوة جدا معايا وماشية في ايدي وجميلة جدا. اهم حاجة العجن، عايزة مخبوزات خفيفة اعجني فيها. ايوه زي ما انتوا شايفين كده. نلفها بقى كلها كده رول. شوفوا ما شاء الله هي ماشية لوحديها، بتلف فيها مش لازقة ولا اي حاجة. بعد هنا ما لفتها نجيب بقى الحواف اللي انا قلت لكم مش هنحط عليها زبدة، ايه نقفلها كده كويس علشان ما تفكش منا. نقلبها بقى، نخلي الحافة دي من تحت، الحافة اللي احنا قفلناها من تحت. وقطعي بقى الباتيه التقطيعة اللي انت عايزاها. انا بفضل انها تتقطع تقطيعة صغيرة، بحيث ان مثلا لو طفل هياخد منها واحدة
ما يقطمش منها ويسيب الباقي، لا ياخد الواحدة كده يخلصها على بعضيها، ما يقطعش منها حتة ويرمي الباقي. هنا بقى قطعتها قد بعضيها اهي، يعني مثلا قد صباعين، قد 3 صوابع، زي ما يعجبك انتي. وبألف هنا وشوفي على قلوبكم يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الحلو كله ان شاء الله. اجيب بقى صينية، يفضل تكون صينية ألمونيا، دي اللي بحب ان انا اسوي فيها، بتوزع الحرارة كويس. بس اخلي مسافة بين الواحدة والتانية علشان لسه هتخمر وحجمها هيزيد، علشان ما تلزقش ببعضيها. هنا بعد ما رصيتهم كلهم اهو، دي اول لون معانا، خلصته بقى كده. وهنا ما شاء الله بعد ما اختمر معايا، دي عقبال ما خلصت باقي العجينة كان اول صاج خمر معايا بالشكل ده. هجيب بقى طبق فيه معلقتين مية، نحط فيه معلقة سكر، ده للوش، هندهن بيه الوش علشان ياخد لون، كله لون واحد، يبقى اللون بتاعه موحد. والله عايزة عندك شوية لبن عايزة تدهني براحتك، عايزة تدهني صفار بيضة مع فانيليا براحتك، صفار بيضة مع شوية لبن اللي يريحك. بس انا قلت عشان نعملها اقتصادية فنخليها بقى كلها اقتصادية من اولها لاخرها. مش هروح اشتري انا شوية لبن علشان ادهن الوش، او اشتري بيض عشان اخد الصفارة بتاعتها، لا. هما في الافران ما بيدهنوش لا بيض ولا لبن ولا الحاجات دي، احنا بس اللي بنحب ندلعها في البيت، نحط لها لبن نحط لها بيض، بس احنا لا، ندهنها بس ايه شوية مية بسكر كده من على الوش، هتبقى طالعة جميلة وزي الفل. واول ما تسويها طلعيها، تشغلي الفرن الاول على اعلى درجة، يخش على الرف اللي في النص، هيستوي معاكي على طول. لو لقيتي الوش بعد كده ما خدش لون، شغلي الشواية ياخد لون بس خفيف كده من فوق، وطلعيه. اول ما تطلعيه غطيه على طول، هيرجع معاكي. بصي هتلاقيه اضطر كده وبقى جميل وزي الفل ما شاء الله، التسوية بتاعته ممتازة. بس تابعي الخطوات اللي انا قلت عليها كلها دي في الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. انا عملت بالجبنه وعملت ساده، دي اللي انا بقطعها اهي، دي ساده، دي شوفوا ما شاء الله هشه جدا ومورقه وفي منتهى الجمال، والطعم بتاعها تحفه، ولا هتورقي ولا اي حاجه. شوفوا الجمال والحلاوه، هي مورقه لوحديها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.